بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادا لدوري أبطال آسيا، حنتكلم عن الأندية العربية وتاريخها مع البطولة. لنبدأ أكثر الأندية حصولا على البطولة. نادي الهلال السعودي الزعيم تأسس عام 1957 16/10 باسم النادي الأولمبي، وفي عام 1959 تم تسمية الهلال بتوجيه من الملك سعود رحمه الله. هداف التاريخ للنادي سامي الجابر برصيد 101 هدف. أكثر لاعب مشاركة مع نادي الهلال سامي الجابر برصيد 268 مباراة. أكبر فوز بالبطولات السعودية 9-0 على الحزم بالدوري، وهو أكبر فوز بالدوري حتى الآن. أكبر هزيمة بالبطولات السعودية 5-0 من التعاون بكأس الخادم الحرمين الشريفين. الإنجازات: بطولات السعودية: الدوري السعودي 18 مرة و13 مرة وصافة. كأس الملك 10 مرات و8 مرات وصافة. كأس ولي العهد 13 مرة و3 مرات وصافة. كأس المؤسس لم يقام سوى مرة واحدة وكان من نصيب الهلال. كأس السوبر السعودي 3 مرات ومرتين وصافة. البطولات الآسيوية: دور أبطال آسيا 4 مرات و5 مرات وصافة. كأس الكؤوس الآسيوية مرتين. كأس السوبر الآسيوي مرتين ومرة وصافة. البطولات العربية: دور الأبطال مرتين ومرة وصافة. الكؤوس العربية مرة. كأس السوبر العربي مرة ومرتين وصافة. كأس الخليج العربي مرتين و3 مرات وصافة. كأس السوبر السعودي المصري مرة وصافة. البطولات القارية: كأس العالم الأندية وصيف مرة. كأس الأفرو آسيوية وصيف مرة. أما عن بطولة دوري أبطال آسيا، كان ثاني نادي سعودي يظهر بالبطولة، وكان أول ظهور للزعيم عام 1986 وعام 1987، وحصل من خلاله على وصافة مرتين متتاليتين. يتغيب الزعيم مرة عن النهائي إلى عام 1991، وكان ممثل الكرة السعودية في هذه البطولة خير مثيل، حيث أنه فاز بكل مبارياته حتى الوصول للنهائي لملاقاة استقلال طهران، ويتعادل معه 1-1 لنحتكم لركلات الجزاء التي ترجح كفة نادي الهلال ليكون اللقب الأول له الكرة السعودية. يتغيب مرة أخرى في عام 1999. كعادة البطل يتغلب كل مبارياته عدا مباراة دور المجموعات ليتعادل يواجه إيتوا الياباني ويفوز 3-2 ليكون اللقب ثاني له. يتغيب حتى ظهور بنهائي 2014 و2017 ويكون صاحب الوافة بالمرتين. أما في عام 2019 يتغلب في دور 16 على الأهلي السعودي، ودور 8 على الاتحاد السعودي، ونصف النهائي على السد القطري، وفي النهائي على أوراوا الياباني، ليكون أكثر من أخذ بطولة بالتساوي مع يوهانك الكوري الجنوبي برصيد 3 بطولات. ليتجه البطولة عام 2021 يتغلب على استقلال وبوريوس الإيرانيين بدور 16 ودور 8 ليواجه النصر ويؤكد تفوقه بالبطولة. الأندية السعودية يفوز 2-1 ليواجه بوهانك الكوري، لكل منهم 3 ألقاب، ليرجع بالصدارة وجدارة آسيا باللقب الرابع بعد الفوز عليه 2-0، وكما كان قريب من الحصول عليها في آخر بطولة بآسيا 2022، لكنه اختفى بالوصافة بعد الهزيمة من أوراوا الياباني. أما في هذه البطولة العام، فالآن في يواجه سبحان الإيراني في دور 16. نتمنى له التوفيق بالبطولات القادمة وتحقيق المزيد من البطولات.